السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل بدء بخبرنا لا تنسوا دعم قناتنا بلايك والاشتراك وضغط على الجرس لوصول كل جديد. كشف اليوم الرئيس الجمهورية على إقرار زيادة في الأجور 2022-2023 مرجعا ذلك للمداخل الإضافية للبترول. وكان الرئيس الجمهورية تعهد في عديد من المحطات بإقرار زيادة في الأجور، وكان ذلك آخر نتائج في الأجور الناتجة عن رفع النقط الاستدلالية وكذلك الإلغاء الكلي. استفادة عمل الموظف العمومي في زيادة سابقة بلغت نحو 600 ألف، وتبين حسب الرواتب الأقدمية، وذلك باعتماد على النقط الاستدلالية. بالعودة اعتمدت حينها الزيادة على النقطة الاستدلالية للموظفين أو العمال. هذه الزيادة تمددت إلى علاوة التعويضات الشهرية وغير الشهرية، ولا تقتص فقط على الرواتب الرئيسية. وعليه فإن الزيادة في الأجور بفضل العاملين الجدد، رفع النقط الاستدلالية وخفض الضرائب على الدخل تبلغ من المستوى 500 ألف و600 إلى 600 ألف دي جي، وتصل إلى 10 ألف دي جي في بعض الحالات. والشريحة ذو الدخل الأقل من 3000 دي جي الذي استفادت من إلغاء الكل للضرائب على الدخل الإجمالي. وعليه فإن الموظف يتم لهذا الشريحة الذي يمثل الصنف الأول من الشبكة الأجور يستفيد من زيادة ب403 آلاف دي جي بفضل الرفع النقط الاستدلالية. وبعد ذلك إن استفادت من إلغاء النهائي للضرائب